موقف آخر من حب النبي عليه الصلاة والسلام للنساء ولقريباته، درة بنت أبي لهب. بنت أبو لهب طبعا تعرفوا أبو لهب ما أسلم ولا زوجته، ونزلت الآية الشتيمة واسمه الوحيد المشتوم في القرآن الكريم صراحة. فبعد فترة أسلمت درة بنت أبي لهب وهاجرت إلى المدينة. فجاءت المدينة، فلما دخلت المدينة في نساء لسه إيمان ضعيف من عجائز المدينة، فصاروا يعيروها بأبوها، يقولوا لها أنت ابنة حمالة الحطب، وأنت ابنة من لعنه الله تعالى وقال تبت يداه. فطبعا هذا الكلام أذاها جدا. طب ما هي أسلمت، ليه عم تعيروها بأمها وأبوها؟ فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تبكي وقالت يا رسول الله أما ولد الكفار غيري؟ ما في حدا غيري أمه وأبوه كفار؟ ما كلهم أبوهم وأمهاتهم كفار، ما كلهم كانوا كفار، أما ولد الكفار غيري؟ فتفاجأ النبي عليه الصلاة والسلام، ما القصة يا درة، شو صاير؟ قالت له هكذا يعيرنني نساء المدينة. قال فإذا حضرت الصلاة، صلاة الظهر، تعالي واجلسي بمكان أراك فيه. ففعلا بعد صلاة الظهر صلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر في الناس، والتفت فوجد درة واقفة، فقام إلى المنبر وهو مغضب عليه صلوات الله تعالى وسلامه. لاحظوا قد ايه بيغضب من أجل المرأة، من أجل ينصر المرأة مما كانت تكون، المهم أنه ينصر المرأة ما يجعلها مظلومة. فوقف على المنبر وقال أيها الناس ألكم أنساب وليس لي نسب؟ أيها الناس من يؤذيني في نسبي؟ فالناس ارتعبوا، حدا بيأذي النبي عليه الصلاة والسلام في نسبه؟ فقام عمر وثب عمر، ما القصة يا رسول الله؟ خير شو صاير؟ وعمر دائما مستعد، مين أذاك؟ السيف جاهز نقطع لك راسه. فقال عليه الصلاة والسلام درة بنت أبي لهب يعيرنها الناس بأبيها وأمها بعد أن أسلمت وهاجرت، كل نسب ينقطع يوم القيامة إلا نسبي. هي بنت عمي وأسلمت، ووصى بها صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف للناس أجمعين. فمن يومها صارت تمدح درة في كل مكان، أنت اللي دافع عنك النبي عليه الصلاة والسلام ونصرها، نصرنا الله بنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن في كل مكان كان عليه الصلاة والسلام ناصر للمرأة، محب للمرأة مهما كانت، صغيرة كبيرة، سوداء بيضاء، من كانت تكون. يروى أنه كانت امرأة سوداء تقم المسجد، دائما تأتي تنظف المسجد. فمرة النبي عليه الصلاة والسلام اجى المسجد ما لقاها، ما وجدها، مرتين ثلاثة ما موجودة، فسأل عنها أين المرأة السوداء؟ كان اسمها محجنة على ما أذكر، اسمها محجنة. أين محجنة؟ فقالوا يا رسول الله ماتت في الليل فدفناها. قال هلا أعلمتموني؟ كيف ما بتقولوا لي؟ قالوا له يعني ما ظننا أن أمرها يهمك، يعني مرة سوداء وعم تقعد تخدم الجامع، شو بدك فيها؟ فقام عليه الصلاة والسلام من مجلسه وذهب إلى القبر وسأل أين قبرها وصلى عليها بعد دفنها بأيام. صلى الله عليك يا سيدي. إحنا لما بنسمع هيك قصص قد ايه بنفرح، قد ايه بنحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر، قد ايه بنتمنى أنه يكون مثل النبي في حياتنا الآن. يا ترى هل الشيخ مثل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل أبي مثل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل أخوك مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وين الرجال اللي كانوا على عصر النبي؟ إحنا بدنا إياهم، ما هيك إحنا منطالب بأنه الرجال يكونوا يتعلموا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا إن شاء الله بنحكي في الفقرة القادمة. إذن هذا بالنسبة لحب النبي صلى الله عليه وسلم للنساء. الآن لما بنسمع بقى أنه والله حديث النبي عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. شو معنات إذن حبه للنساء؟ مو حب النساء يعني يتزوجن، وإنما حبه للنساء إنه ينصرن، إنه يخدمن، إنه يرفعن، إنه يعزن، إنه يعلمن. هذا هو حب النبي صلى الله عليه وسلم للنساء. أما حبه للأطفال فكلكم بتعرفوا قد ايه كان يحب الحسن والحسين، كان ولا أمامة، وهدول طبعا أحفاد النبي عليه الصلاة والسلام. أمامة بنت زينب بنته كان وهو إمام في الصلاة يحمل أمامة، وهو إمام إذا سجد يضعها وإذا قام يرفعها، ما له مضطر يحملها، في 100 واحد ممكن يحملوا عنها، لكن ليعلم الأمة كيف نهتم بالفتاة الصغيرة. الحسن والحسين كان عليه الصلاة والسلام يهتم بهما، فتصوروا أنه كان يمسك
إيدين الحسن أو الحسين وهو طفل صغير ويغني له: حزق حزق ترقى عين بقة، حزق حزق ترقى عين بقة. حزقة يعني الطفل الضعيف اللي لسه رجليه صغار ما بيقدر يوقف عليهم، وترقى عين بقة يعني طلع علي، امشي على جسدي. عين بقة تمثيل انه للصغر، كثير كانوا يستخدموا هذا المثال، انه انت ولد صغير فطلع علي. فلاحظوا انه يمسك ايديه، والحسن والحسين عليهم رضوان الله تعالى يطلعوا على جسد النبي عليه الصلاة والسلام، على رجليه، على فخاذه، حتى يصلوا صدره، رجليهم أقدام على صدر النبي الشريف صلى الله عليه وسلم. قد ايه الموقف جميل، قد ايه بيعلم الرحمة للآباء، قد ايه بيعلم ملاطفة الأب. طبعا هو بشكل طبيعي الأب بيحب أولاده من باب العاطفة، لكن نحن محتاجين أيضا لتعاليم النبي عليه الصلاة والسلام. أولا لتحب النبي وتعرفي أنه كله حنان وكله رقة وكله بيعطي لكل إنسان حقه ولكل موقف حقه. هذا أولا. ثانيا نتمثل به صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وفي أفعاله وفي أعماله عليه الصلاة والسلام. حبه لأمتي، حب النبي لأمته، قد ايه أحبنا صلى الله عليه وسلم، قد ايه نشر لنا العلم، قد ايه وصلنا من العلم. موقف ممكن اذكره لكم اياه، تشوفي قد ايه النبي بحبك وانت الآن بعد 1430 سنة من بعثة النبي أو من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. مرة كان يقرأ في القرآن فوصل إلى سورة المائدة، في آخر السورة كان يتلو قول سيدنا عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. إذا أنت يا رب بتحب تعذب الناس، طبعا الآيات من قبل كانت هي عتاب من الله تعالى لسيدنا عيسى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فسيدنا عيسى اعتذر: لا والله يا رب أنا ما قلت لهم هيك، ولكن بالنهاية سلمت أمري إليك، إن تعذبهم، إذا أنت بدك تعذبهم أنت حر، على كيفك يا رب، فالأمر لك. فالنبي لما قرأ هذه الآية ما استطاع أن يكون كسيدنا عيسى، إنما طلب أعلى مقاما من سيدنا عيسى. لذلك بيقولوا دائما بأن كل نبي يتصف بصفات الكمال ويتميز بصفة أكثر من غيرها، إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فكل صفاته قمة في الكمال، فهذا ما زاده عن الأنبياء السابقين. لذلك قال: فبكى النبي صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا مرا، فالله تعالى أرسل جبريل قال: يا جبريل اذهب إلى محمد وسله ما يبكيك. فذهب جبريل، طبعا الله بيعرف، ولكن مشان تكمل القصة ونسمع الحوار الجميل. فسأل جبريل: يا محمد إن الله يقول لك ما يبكيك. قال: يا جبريل أمتي، اللهم أمتي، اللهم أمتي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حابب يتشفع لك من ذنبك، ما بيحب أنه الله يعذبك، لذلك بده يوقف يطلب من الله تعالى الشفاعة لك. فلما عاد جبريل إلى الله تعالى، فالله تعالى قال لجبريل: اذهب إلى محمد وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوءك في أمتك يا محمد. النبي تشفع لك، انت شو عم تعملي للنبي؟ النبي وصل لك الرسالة، النبي رفع شأنك، النبي وزاكي بالرجل اللي كان ساحقك وقاتلك وضربك. شو عملتي للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هو النبي ما بده شيء منا على فكرة، بده شيء منقدم له شيء للنبي؟ هو حيستفيد منك شيء؟ لا، ما النبي أخذ مقامه العالي وانتهى، ولكن من أجلك أنت، إذا أنت صليتي على النبي عليه الصلاة والسلام مين بيستفيد؟ أنت بترجع الصلاة عليكي، بتصلي عليه 10 بيصلي عليكي 100، بتصلي عليه 100 بيصلي عليكي 1000. فإذا حبك للنبي واتباعك لسنة النبي إنما هو فائدة لك وليس للنبي صلى الله عليه وسلم.